عالم التشرد عالم صعيب، لكن الأصعب من هذا الشيء ملي كتشوف أطفال صغار كيعيشوا في الشارع في عواد المدرسة وكيتعلموا الدوليو والكارو حتى السيليسيون. شنو اللي خلاك تخرج الزنقة؟ فلوس ديال الزنقة تعطاو لينا الناس. شنو اللي خلاك تخرج الزنقة؟ السيليسيون شدوها تيتمكو والتبليت. السيليسيون دوليو والكارو. دوليو لا مش عطاوناش حوش، عطاونا مال. واحد النهار شحال من واحد تيتسكرو، واحد النهار يقدو لي عجبني ونتمو يتشادو مش والو عادي، شمو تيجيني عادي والاخر غنتبو واعر غنبكي الكارو الدول. المهم تلقى الوالده. رضا وإلياس أطفال ما كيتجاوزش العمر ديالهم 12 سنة، حكمت عليهم الأقدار يعيشوا في شوارع مدينة الدار البيضاء وسط المتشردين ويستعملوا حتى هما المخدرات ويتعرضوا لأشياء صعيبة بدون رحمة ولا شفقة. ما كتفلكمش انا، قالوا تيضربوني وداك الشيء، وكنت نخرج نبات ماما في الزنقة، تتعلمت نبات في الزنقة، يكون عندي وليدات وداب وشي طالوبين، ونخدم ونصلي ونقرا. نقرا نكون مع والديا، مثلا يكون عندي وليدات نقرا، بغيت نمشي للمدرسة منين نكبر. رضا وإلياس كأي أطفال كيتمناو يقراو يعيشوا وسط أسرة ويبنوا مستقبل، لكن للأسف المشاكل الأسرية خلتهم يتوسطوا الحيوط في حوض حضن الأهل والأحباب ويتحرموا من حقهم كأطفال، وكيترجاو من الناس المسؤولين ياخذوا بيدهم ويعتقوهم من عالم صعيب، عالم الضياع والتشرد.